مش هقول لك ان دي اسوأ تجربه مريت بقى في حياتي مع مطعم، لان انا مريت بتجارب كتير جدا وما كنتش عايز انزل الفيديو ده للامانه عشان ما بحبش نضر حد. بس بصراحه اضطريت ان انا انزل الفيديو دوت، علشان زي ما بننزل فيديوهات وبنشكر في كل الاكل والناس بتطلع تنتقدنا وتقول انتوا واخدين فلوس واحنا اصلا بنبقى دافعين، فلما نلاقي كم الغلطات دي كلها وحاجات كتيره كده ما تتعداش، فبصراحه كنا لازم نجيبها لاجل الامانه، مع اننا ما كناش عايزين ننزل الفيديو دوت، بس اضطرينا ان احنا ننزله. وانا قلت اول حاجه اجيبها من عندهم ماريا، وعاملين 3 عروض فقلت اجيبهم. واول عرض منهم اللي هو الماريا اللي هو ب 60 جنيه، والفراخ زي ما انتم شايفين كده السوا بتاعها 60%، فهي ناقصه 40% سوا وباينه جدا وطعمها زفر شويه عشان لسه ما استوتش. وكمان الماريه مش ماريه المفروض ببلاش، ماريه كبير كده مدور عامل زي الكايزر، لكن هو منزلها لي في عيش اللي هو العيش الصاج دوت اللي انتوا شايفينه، وحاطط حوالين منها زيت وحطيتها على الجريل علشان تستوي. فبصراحه ما عجبتنيش خالص، وهي ماريه مش ماريه. قلت اخش على تاني حاجه، العرض ابو 35 جنيه اللي هو سوري كبده وسوري بطاطس. وانا بفتح السندوتش كده اصلا لسه هدوق لقيت ريحه زفاره الكبده كبيره قوي، يعني ما تعديش. يعني فتحتها قلت ادوق كده من النص يمكن من قدام، فهو الصراحه السندوتش الكبده كان زفر جدا 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 ما يتاكلش، فسيبته بصراحه. وقلت بقى ايه اخش على اللي بعده كده اللي هو البطاطس بتاعهم. ففتحت الرغيف كده ما طلعش بطاطس، طلع اللي هو البانيه، العرض البانيه على بطاطس اللي هو ب 35 جنيه برضو. ده عرض تاني بانيه على بطاطس وسوري بطاطس ب 35 جنيه. فهي اصلا طعم البطاطس عندهم جايبين اللي هي البطاطس البلدي، والتوابل مش باينه فيها، يعني ما فيهاش بقى توابل شرق اقصى او توابل بتاعتهم ان هي تطلع الدنيا. والتوميه عندهم اكتر حاجه باينه فيها التوم، فكان لازم يهتموا حتى بالتوميه عشان ترفع التيست بتاع السوري. فانا ما كنت حتى البطاطس ما كانش فيها تيست او ان هي تبسطني يعني، بس الى حد ما تعدي كبطاطس يعني. لكن الحاجات التانية اللي عدت دي بصراحه ما تعديش كده، لان حاجه نيه وحاجه زفره. فبصراحه لا يعني اكتر حاجه عجبتني الصوص دوت اللي اصلا انا ما اعرفش اسمه ايه وما سالتش بصراحه عن اسمه ايه، لان انا اصلا اتقفلت لان انا كنت لسه انزل حاجات تاني. والصوص دوت حراق سبايسي كان بياكل، وكانت تجربه مش لذيذه خالص، ما كنتش عايز انزل الفيديو بس عشان صوتنا امانه وصوتنا بيوصل لكل الناس، وناس كتيره بدات تتابعنا وبتحبنا في الله. فانا كان لازم انقل لكم التجربه بما يرضي الله. ولما قلت للراجل الجرسون اللي بينزل لنا الحاجه بعد اذنك الحاجه لسه ما استوتش ونيه، قال لي خلاص ماشي. اقول لهم المفروض لو انا عميل عادي عندك وبقول لك الحاجه نيه تبدلها لي، مع العلم ان انت شايفني بتصور وعارف ان انا انزل الكلام ده كله. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودي كانت تجربتي الشخصيه.